بص يا كريم، انا جايلك انا سامح عشان اقول لك لو انت فضلت انت واصحابك مقاطعين كده بعض كتير، موضوعك انت وسامح مش هيوصل لحته كويسه. انا مش فاهم ايه علاقه مشاكلي مع اصحابي بموضوع انا وسماح؟ ما انت مقاطعهم عشان خاطر سامح. لا يا هند، انا مش مقاطع صحابي عشان سماح. انا مقاطع صحابي عشان هم انانيين، ما بيفكروش غير في نفسهم وبس. ما حدش بيفكر مصلحتي فين والخير اللي ليا هيكون فين. لا يا كريم، صحابك بيحبوك وانت عارف ده كويس. بجد يا هند؟ انت اللي بتقولي كده بعد اللي عمله فيك يوسف؟ مش معنى ان يوسف عمل معايا حاجه وحشه وهو مش بيحبك. يوسف بيحبك وبيحب هشام برضه وانت عارف. حاول يا كريم تراضيهم، اتكلم معاهم بالراحه ووصل لحل في موضوع سماح. حاضر يا هند، هروح وراضيهم وهعمل اللي انت بتقولي عليه. افرضي بقى هم ما وافقوش، هعمل انا ايه ساعتها؟ لا ما وافقوش، يبقى انت من طريق وسماح من طريق. بص يا كريم، احنا مهما كان ولاد اصول وعمرنا في حياتنا ما دخلنا في وسط شله وخليناهم يقاطعوا بعض بسببنا.